السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحة جيدة. اليوم إن شاء الله جبت لكم وصفة ديال حب الرشاد والتمر لتنشيط المبايض، لتكبير الحجم البويضة وتنظيف الرحم وعلى تنظيم الهرمونات كذلك. وصفة لتنظيم الرحم وتنشيط المبايض وكذلك الحمل، ومنافع له كثيرة. والتمر يمتاز باحتوائه على العديد من الفيتامينات كالحديد والفيتامين A و B، كما أنه استخدامه مع حب الرشد يعد من الوصفات الفعالة، يعني وله فوائد كثيرة. ينشط المبايض عند السيدات، يساعد على فقدان الوزن، ومفيد لعلاج الفقر الدم، وينظف الرحم من البرد، وينظم حتى في خلل الهرمون كذلك عند النساء التي يعانين من هذا المرض. ونأخذ المكونين: 3 حبات من التمر، ننزع النواة كما ترون في الصورة. المكون الثاني حب الرشاد منقي، نستعمل ملعقة صغيرة من حب الرشاد نضعها على النواة الثمرة، 3 حبات. كما ترون نضع 3 تمرات على الإناء حتى نطبخه. نأخذ نصف كأس من الماء، نضعه على 3 تمرات، يوضع على النار هادئة لمدة 10 دقائق مع تقلب مستمر. نضعه على النار كما ترون، نضعه على النار حتى يشرب الماء، وتكون النار هادئة حتى يجف الماء كما ترون في الصور. عندما جف الماء بقي لنا التمر وحب الرشاد، ثم نقوم بعجنه ونضع معه ملعقتين من الزيت الزيتون أو 3 ملاعق من الزيت الزيتون. أنا استعملت ملعقة صغيرة وأنتم استعملوا ملعقة كبيرة لتكون النتيجة أفضل. ثم نقوم بعجنه ونستعمل 3 ملاعق من الزيت أو ملعقتين من الزيت الزيتون، وثم نكوره كويرتين أو 3 كويرات. كما ترون في الصورة نعجنه ونخلط التمر مع حب الرشاد، وبالتالي نأخذ ملعقتين من الزيت الزيتون أو 3 ملاعق. أنا استعملت ملعقتين صغيرتين، أنتم استعملوا 3 ملاعق أو ملعقتين كبيرتين من الزيت الزيتون، ونخلط المكونات ونكورهم 3 كويرات كما ترون في الصورة. امتزج الخليط جيدا كما ترون في الصورة كذلك أنني كورتهم 3 كويرات، ونأخذ 3 كويرات. يتم تناول كميات متساوية في يوم الثاني من الدورة الشهرية، بحيث تأكل 3 كويرات على الريق، 3 كويرات على الريق. عندما تأكلين 3 كويرات بعدها تشربين كأس من الماء، وبنفس الساعة تفطرين. تكرر العملية 3 أيام متتالية، يعني من اليوم الثاني من الدورة الشهرية والثالث من الدورة الشهرية والرابع من الدورة الشهرية على الريق.
وترين إن شاء الله النتيجة. منهم النساء في ذاك الشهر حملنا بهذه الوصفة، كبرت لهم بويضات ونشطتهم، وصار الحمل بهذاك الشهر بنفس الشهر. عندما لا يكون الحمل في ذاك الشهر، تكرر هذه العملية عند كل شهر من الثاني يوم من الدورة حتى يكون الحمل إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. نحن نعمل السبب، والكمال على الله سبحانه وتعالى. ربي سبحانه وتعالى هو الرزاق، نحن نعمل السبب والله سبحانه وتعالى يرزق. 3 ثمرات، يعني 3 ثمرات مع 3 ملاعق من حب الرشاد و3 معالق من الزيت والزيتون. هذه هي المكونات ال3. لا تنسوا إن شاء الله اشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد. أتمنى منكم دعم قناتي فضلا وليس أمرا ليستفيدوا، والبارتاج ليستفيد الناس كثيرون من هذه الوصفة.